ما زلنا في شمال سيناء، حيث افتتح السيد المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة مشروع إنشاء 10 منازل بدوية في قرية التلول بمركز بئر العبد. وأشار السيد المحافظ للطفرة الكبيرة بقطاع الإسكان، حيث تم إنشاء 3 مدن جديدة، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمنازل البدوية التي تم إنشاؤها في مدن وقرى وتجمعات شمال سيناء. بدوره أضاف السيد وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء أنه تم تنفيذ مشروعات بسيناء تخطت قيمتها 5 مليارات جنيه، بهدف دعم الاستقرار بسيناء وإقامة تجمعات سكنية قريبة من منافذ تقديم الخدمات الحكومية. تفاصيل أكثر عن افتتاحات شمال سيناء في التصريح التالي. مرحب بيكم هنا في مدينة بئر العبد في قرية التلول. وطبعا زي ما قلنا امبارح ان احنا مخصصين يوم لكل مدينة، فالنهارده اليوم الثاني، كان امبارح مدينة العريش، النهارده مدينة بئر العبد. وفي داخل مدينة بئر العبد هيكون في تنوع في الافتتاحات، ولكن احنا بنركز دلوقتي، احنا بنفتتح في قرية التلول عدد 10 منازل بدوية. المنزل مساحته 120 متر 120 متر، ومتقسم بقى في حوش واوض مقفوله زي ما الناس متعوده ان هي تسكن او تتواجد في هذا المكان. احنا طبعا يعني عملنا هنا في قريه التلول 30 بيت، لان احنا طبعا انتوا عارفين ان التلول ده احد مراسي بحيره البردويل، وهناك المرسى الاخر الكبير اللي هو اغزوان. احنا بنينا في اغزوان 4 قرى، كل قريه 50 منزل، يعني بنتكلم في 200 منزل في قريه اغزوان. كان لازم بالنسبه وتناسب بين اعداد الصيادين في التلول واعدادهم في اغزوان ان احنا نبني هنا برضه، وبالفعل بنينا بيوت بدويه 30 بيت ان شاء الله هيسلموا في خلال شهر على الناس المستحقين لهم ان شاء الله.